تيجي نستغل موسم البرتقال ونعمل حاجة حلوة غير العصير، غير ما ناكله كده مفصص. جبت كيلو برتقال بسرة، وانت بتجيب البرتقال نقي الناعمة. في البرتقال نقي الناعمة. الحاجة اللي هعملها دي البرتقال البلدي بيكون فيها أجمل، لأن نكهة البرتقال البلدي بتكون أعلى من نكهة البرتقال بصر. فأنا عشان ما لقيتش البرتقال البلدي اللي هو بيبقى صغير ولونه ميل للحمارار كده يعني، جبت كيلو برتقال بسر عادي وعصرته على العصارة دي. لو انت حابة تقشريه وتفصصيه وتحطيه تضربيه في الخلاط وبعدين تصفيه براحتك. انا ايدت ان انا اعمل على العصارة كده على طول، اصفيه على العصارة كده على طول، وبعدين اضربه في الخلاط بالسكر بالحاجة، غير ما ارجع اصفيه تاني. يعني انا بأيد الحركة دي بالنسبة لي انا، وكل واحد بقى حر في الطريقة اللي تريحه يعني. شفت انا عصرته. لو في بلدي في السوق يفضل ان انت تجيبي البلدي، وما شاء الله، وتنقي باستمرار البرتقانة الناعمة. البرتقانة الناعمة بتكون فيها مية اكتر. ضربناه في الخلاط علشان خاطر ايه، لو في طفل وكده يبقى احنا ضربناه في الخلاط. ما شاء الله هنشوفه طلع معايا كوبايتين ونص بالكوباية دي. حطيتهم في الحلة اللي هحطها على البوتاجاز، وحطيت فيها 6 معالق سكر. انت تبع السكر ده تبع رغبتك، لان احنا هنعمله حاجة حلوة. لو عصير هتقللي، لو هتعملي عصير هتقللي، هتعملي حاجة حلوة بتزودي السكر عن العصير. انا بالنسبة لي حطيت في الكوبايتين ونص 6 معالق سكر. انت عايزة تقللي عن كده براحتك، عايزة تزودي نسبة السكر عن كده ده يرجع لك انت. قلب السكر حلو كويس جدا. وهجيب معلقة ونص نشا، عشان دول كوبايتين ونص بس، حطيت معلقة ونص نشا بنص كوباية مية. هدوب النشا كويس علشان اضمن ان مفيش في النشا كلاكيع، عشان ما احطه على المهلبية على العصير ده ما يعملش مني كلاكيع على النار. واحطه على نار هادية وافضل اقلب فيه لغاية ما احس ان هو تقل في المضرب تقل يعني معايا، اعرف انه كده خلاص نضج. وما شاء الله بايدك فيه على طول، عشان هو فيه نشا على نار هاديه برضه. ما شاء الله لا قوه الا بالله، واذكر الله ولا حول ولا قوه الا بالله. الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. شوف اضرب باستمرار كده كده خلاص هفض كده نضج خلاص والحمد لله. هنحطه بقى هنفضيه في اطباق، وبراحتك بقى عايزه تزودي عليه جوز هند تبع رغبتك انت، وتحطيه في التلاجة يبقى طعمه في منتهى الروعه. تستغني والله عن قمر الدين، بس ان انت داخله على شهر كريم ان شاء الله، ده هيغنيك عن قمر الدين. وجربيه كده وشوفي. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، سبسكرايب عشان تشتركوا في القناه، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.